واتمنى ما يبقاش صراع، لكن يعني يبقى في خلافات انه ده معناها نهايه الكون. طالما في صالح عام وفي صالح وطن وبلد، تاكد ان مهما كانت حده الخلافات هنستطيع ان نتواصل. فانا بعتبر فيه كنقطه اوليه رساله امل للشعب المصري ان احنا نقدر في السنوات القادمه وبل في الاشهر القادمه ان احنا نبني بلدنا ونتقدم فيها خطوات للامام. دي نقطه لازم تبقى في الذهن، لانه مش محتاجه من حضراتكم ولا مني ولا من اي حد جهد كبير. احنا كل واحد يعني زي ما اكرمني في المقدمه الاستاذ العسيري، ده ممكن حتى ينطبق على ناس كتير، وهتجد في خلافات في اراء مختلفه. احنا مدارس فكريه وسياسيه مختلفه داخل لجنه التنسيق، لكن طالما مفيش حد بيقول انا بشتغل لصالح جماعه مش لصالح الوطن، فالتوافق وارد والامل لازم يبقى موجود، ومعناها ان احنا نقدر نعمل حاجه ونأمل ممن هم يتصورون ان الجماعه فوق الوطن وان الجماعه فوق الدوله، انهم في يوم من الايام يعودوا الى رشدهم وصوابهم ويعرفوا انه مصر فيها دولة وطنية عمرها أكثر من 200 سنة، وإنه هذه الدولة هي التي حمتها من مصير أسود كان يمكن أن تنضم فيه إلى تجارب حواليه. مش بقول إنه ده كتب التاريخ، ليبيا، سوريا، العراق، السودان المقسم لدولتين وليبيا. فاحنا لما بنقول ان احنا عايزين نحافظ على الدوله، نحافظ على